اهلا بكم متابعينا. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض حاجة مميزة جدا. هنتعلم مع بعض ازاي نبعت رسائل من الاكسل الى الواتساب بشكل تلقائي. نعمل مجموعة من الخطوات هتخلي الاكسل لوحده هو اللي هيبعت رسائل للاكسل. وعشان نتعلم الطريقة دي مع بعض، واحنا بنتعلمها هنستفيد بكم هائل من المعلومات. في الاول هنتعلم ازاي نعمل المطور داخل الاكسل. بعد كده هنتعلم ازاي نشغل الواتساب على اللابتوب او الكمبيوتر. طيب بداية عشان نفعل المطور، تمام، عشان نفعل المطور هنيجي عند قائمة فايل وهنختار اوبشن. من اوبشن هنختار كاستمرز ريبون. تمام، من كاستمرز ريبون زي ما حضراتكم شايفين اللي هو المين تاب. في عندنا هنا الديفلوبر اللي هو المطور. الديفلوبر لو طبعا بالنسبة ان انا ظاهر الديفلوبر عندي فمتعلم عليه صح، فحضرتك هتتعلم عليه علامة صح وهتضغط كي. تمام، هنيجي بعد كده هندخل على الشروط اللي احنا لازم نتبعها عشان خاطر ان احنا نكمل الخطوات بطريقة صحيحة. طيب بداية الورقة العمل اللي هي الشيت بتاعتنا لازم يكون اسمها واتساب. تمام، بعد كده يعني هنكتب الارقام اللي احنا هنبعت لها الرسائل، لازم تكون مسجلة على عندك على سجل الهاتف. فاحنا هنا هنعمل تيبل بسيط، يا اما هنكتب اسم الشخص او رقم تليفون. تمام، خلينا نكتب رقم تليفون. فنفترض احنا هنعمل جدول دلوقتي، نفترض ان احنا من الشركة عندنا هنبعت للعملاء رسالة باجمالي الفاتورة اللي هتروح له باسم المندوب. طيب اول حاجة خلي ده كاستمر، وخلي دي كورير، وده توتال، وده التك. طيب الكاستمر هنا هنكتب زي ما اتفقنا، هنكتب ارقام التليفونات، دي ارقام تليفونات. الكورير هنختار مثلا نكتب عمر، وده هنخليه علي، وده مثلا جلال. طيب اجمال الفاتورة. التكست مثلا هنكتب عاملنا العزيز. وركز معايا ان انا هنا هديلك معلومة مميزة جدا ويكاد معظم الناس ما يعرفهاش في الاكسل. انا دلوقتي بكتب في خلية، تمام، يعني انا هكتب الرسالة زي ما انا عايز. تمام، عاملنا العزيز سوف يقوم مندوبنا عمر. زي ما حضراتكم شايفين احنا كده محتاجين ان احنا نفتح الكولمز ده، تمام، مسافة كبيرة عشان خاطر يشيل معانا الرسالة. تمام، بتوصيل صورة خاصة بكم المطلوب ده. طيب زي ما حضراتكم شايفين ده نص الرسالة. شكل الرسالة كده مش لوجيك خالص، احنا عايزين ننسقه. هنعمل ايه؟ عاملونا العزيز، تمام، هنخلي الكلام تحت بعضه في خلية واحدة من غير ما نستخدم خليتين او نعمل دمج، او هنضغط Alt Enter. تمام، زي ما حضراتكم شايفين الكلام لسه في نفس الخلية، وهننسق زي ما احنا عايزين. مندوبنا عمر مثلا توصيل الفاتورة بكم، وادي زي ما حضراتكم شايفين نسقنا الكلام في خلية واحدة من غير ما نستخدم خلية تاني او نعمل دمج، وده عن طريق Alt Enter. تمام، طيب انا محتاج ان انا هكتب الكلام ده برضو، هكتب نص الرسالة دي للعميل التاني باختلاف كورير واختلاف البرايس. طيب انا لو مش محتاج ان انا اكتب وعايز الكلام ده يتعمل تلقائي، بسيطة جدا. هنعمل ايه؟ يا ريت تركز معايا. هنيجي هنا في الداتا، تمام، وهنختار دي اللي هي فلاش فيل. طيب فلاش فيل دي ليها اختصار اللي هو ايه؟ كنترول اي. زي ما حضراتكم شايفين بشكل تلقائي هو كتب لي نص الرسالة للعميل اللي بعده بنفس بيانات العميل. يعني هنا انا كل اللي انا كتبته نص الرسالة، اسم المندوب هنا ايه، المبلغ ايه، هنا لوحده كده كتب المبلغ زي ما حضراتكم شايفين مع اسم المندوب. تمام، انا كده جهزت نص الرسالة. طبعا حضراتكم انا كاتب 3 ارقام بس، يعني اذا شوف حضرتك محتاج تبعت الرسالة، يعني حضرتك هتبعت آلاف الرسائل زي ما حضرتك عايز. انت مش مطلوب منك غير ان انت هتكتب هنا يا اما الاسم بنفس الاسم المسجل عند حضرتك في الهاتف، لا اما هتكتب رقم الهاتف. طيب بعد كده بعد احنا ما فعلنا الديفلوبر، تمام، هنيجي هنا عند الفيجوال بس. تمام، ده الكود جاهز. طيب بعد كده هنيجي عند الديفلوبر، هنجيب فيجوال بازك، هتفتح معانا، هنختار انسيرت. تمام، او مش محتاجين نعمل اي انسيرت لان هو فتح معانا الصفحة ومنتظر ان احنا نكتب الكود.
طيب فين الكود؟ ده الكود تمام، وده طبعا انا هسيبه لحضراتكم في وصف الفيديو. انا كود كوبي تمام. هنا احنا خدنا الكود كوبي بيست تمام. طيب بعد كده اول حاجه لازم حضرتك تاخد بالك منها، هنا عندك الكود بيقول لك هنا الكونتاكت تمام، شيت واتساب تمام. هو هنا بيقول ان الرينج بتاعه من البي 2 تمام، والتكست اللي هو النص جي 2. طيب نرجع للشيت، هنا A3 والتكست دي 3، فاحنا هنرجع هنا نغير، تكست هيكون دي 3 والكونتاكت هيكون A3 تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده هنعمل insert، وهنعمل insert اوكي. هنرسم البطن بتاعنا هنا في مكان، اختار سن، هنسميه مثلا سن تمام. طيب قبل ما اضغط سن لازم اكون فاتح الواتساب على اللابتوب او الكمبيوتر. بعد ما خلصنا كده كل اللي احنا هنعمله هنضغط سن، يبدأ هو مع الاكسل مع نفسه كده، هيبدأ لوحده كده يفتح الواتس ويب زي ما فتحناه وتعلمناه بالطريقة اللي احنا اتعلمناها تمام. هيبدأ بقى يسرش دلوقتي على ارقام التليفونات اللي موجودة تمام، وهيبدأ لوحده كده يكتب الرسائل زي ما محددينها، وهيبعتها لنفس الاشخاص اللي احنا محددينها له في التيبل. طبعا احنا محددين 3 اسماء بس، حضرتك ممكن تحدد مئات الاف الاسماء زي ما حضرتك حابب، او الكم اللي حضرتك محتاج ان انت تبعت له المسج اللي هتحددها. بس زي ما قلت لحضرتك لازم يكون بنفس الاسم اللي حضرتك مسجله تمام. وبكده هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا معانا. احنا اتعلمنا مع بعض ازاي نبعت رسائل نبعت رسائل للواتساب عن طريق الاكسل. اتعلمنا في الاكسل ان احنا ازاي هنفعل الديفلوبر. اتعلمنا ازاي ان احنا هنعمل فلاش فيل عن طريق الاختصار البسيط كنترول اي. اتعلمنا مع بعض ازاي نكتب مجموعة من الكلمات في خلية واحدة وناخد مسافة من غير ما نعمل نستخدم اكتر من خلية، او ان احنا نعمل ميرج. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا، وتشارك الحلقة وتعمل لايك عشان المعلومة توصل للجميع. شكرا لكم.